بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ورزانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواني دوما لكتاب الميسر في أصول التفسير جيشتنا بالفصل الثاني مصادر التفسير. لمصادر التفسير لرباس أو مصدرنا دكين كتفسير استفادي لكردوا. تفرمي مصادر التفسير هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسير القرآن. هو بيناسكيتي مبسية لمصادر تفسير أو مراجعاني أولين، يعني أو مصدراني كوادبيتو بوي بقريتوا التي يرجع إليها شيء بدرجيك بوي بقريتو المفسر. مفسر دبي بوي بقريتوا لتكاتك عند تفسير القرآن، كاتك دبي تفسير القرآن كواتا هيج كسيك ما نية ببي قرانا وبو مصادر بيوي تنسيب كاتن بيوي تفسير إلا دبي مصادرها بي بو مصدرها سرتايا كان بقريتوا إنزا تفسير القرآن بكاتن. وبالنظر إلى المصادر الكلية الأولية التي استخدمها الصحابة نجد أنها القرآن. سير كان برزان مصادر كلي سرتايا كان بو صحابي سوا صحابة بو تفسير بو تقراينوا يكم ست القرآن والسنة دوام سنة بيغمبري إخوة، واللغة لغي زماني عربي، ومعلومات المتعلقة بالنزول وهروها أو زانيان كبيوندار بنزول القرآن، وهي باب زاني سيا النزول ما بس يبيتها الأحوال التي لها علاقة بالآية من خارجها، أو حالي يعني أو روداوي كسبب نزولك بهوي أو الروداوة وكنت أسباب النزول يعني بيان قصص القرآن سيروك كان، ويدخل في ذلك الإسرائيليات جدقريتوا كمصدر لمصدر كان إسرائيليات دواتر بيناسي دكين وباسي دكين. كوات الصحابي برز سي مصدر سيرتشان هو تفسير القرآن كم يعني قرآن دوم يعني سنة بيغمبري خاصة يعني زباني عربي سؤال مش وكو إضافة يقدر بلين أو معلوماتك كبيوندار بوب النزول بما فيها أسباب النزول قصص القرآن إسرائيليات. ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرا لمن جاء بعدهم من التابعين. دواتر قرآن وسنة أو زاري تفسير الصحابة بوتا مصدرك بو دواي خوان كتشينا دواي أوان تابعين كان، وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين. هروها تفسير تابعينش دبيت مصدرك لمصادر كان إضافة إلى أو مصدران كتاز باسمان كتبوشي بو أتباع التابعين بو أوني كدواي خوان. ثم كان كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهم دواترج أوي كأتباع التابعين تفسيريان كردوا إي خوانو وأوي بيش خوشان بإضافة أوي كتابعي أوي كصحابة كردوان هرهموي دبيتها مصدر بوتسي بو أوي كالدواي خوان تاوكو رجداري أمرمان. وعند هذه الطبقة توقف النقل في التفسير. برسان أقدار من تفسير بالمأثور لعهد أتباع التابعين رادوستي لكوتايكي ببيعو تقسيمش كوا كردوانا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كذا فرمي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. باشترين قرني خوما كشراحي أو حديث دفرمون قرني بيغمبري صلى الله عليه وسلم خويو صحابي بارز آخر صحابة أبو طفيل عامر كري واثلة هندك دلين صالي سطي هجري هندك دلين سطو حفتي هجري هندك دلين سطو دي هجري تقريبا سطو دا والله أعلم لواني أو راجح بيتن أجا سطو دا وفاتي كربيتن كواتا جيلي كم تاوكو سطو دي هجري أو مدة همو بجيلي كم دادن ري بقرني صحابة دادن ريتن إن زاد دواي أوي نارن يكسر تدس بيدكاتن تابعي دس بيدكاتن نخير بداية تابعي نزيك تريش كما تابعي بريز من هي أبو العالية لصالي نوتو تسار وفاد دكا نو تسار يعني نوتو شيء خوش الصحابة ما بونا بلا ما بريز الصحابة بيغمبري خوي نديت يعني أو شرفي بينيني بيغمبري خوي بنسيب نبوا
بۆیە بە تابعی دادەنرێت و کەسی لە قەڕنی سەحابەش وەفاتی کردووە کەواتە تابعین لە چەند کۆتایی دێ دەتوانین بڵێن هەندێک لە زانانی بەڕێز کە دەفەرمێت کە پێغەمبەر خوا فەرمووی ثم الذي يلونه مەبەستی چیە تابعینەکان دەڵێن لە 170 تقریبا ئەویش بە هەمان شت هەستاون کۆتا تابعی کە وەفاتی کردیە بە تەقدیری خۆیان دەڵێن ساڵی 170 هیجری بووە ئەدی ئەتباع التابعین بە هەمان شت ئاخر کەس لە ئەتباع التابعین کە وەفاتی کردبێ بە هەمان شت تەقدیر کراوە ساڵی ببورن 220 ساڵی 220 هیجری دەڵێن ئەو سێجیلە کۆتایی دێ یعنی سەلەف قەڕنی سەلەف لە 220 هیجری کۆتایی دێتن ئینجا ئەوە بووتە پێوەرێک تەفسیری ئەم سێ قەڕنا بۆ مفەسیرینی دوای خۆیان تاوەکو ئەم سەردەمەی ئێستا هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسير وتختلف هذه المصادر في أمرين أو مصادرانش لدوش جوازا الأول مدى اعتماد المفسرين عليها باب زين مفسرين شون اعتماد تاتسن اعتماد يعني لسر كردوا دوم يعني الأكثر استعمالا منها كامان زياد سر بكارهاتوا بوي قرانوا هروها واللغة هي أوسع المصادر استعمالا عند مفسري السلفي بەڕێزان لۆغەی زمانی عەرەبی لە هەموو مەزەڕەکان زیاتر بەکارهاتووە وعند من جاء بعدهم وأوەی کە لە دوای وانش هاتووە لەبەرچی هۆکارەکە چێ زمانی عەرەبی لە هەموو زیاتر بەکارهاتووە یعنی ئەگەر بێنمە تەفسیرێک بینن تەفسیری تەباری بینین لە پێش خۆمان دانێن یان غەیری تەفسیری تەباری بینین تەماشاکێنێ زیاتر لەو مەزەڕانەی کەوا بۆ تەفسیری استیفادەی لێکراوە تەماشا دەکەنێ لوغەی عەرەبیە بۆ فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان اللغوي هيج آية إلا بيوسي بويا لرويز معنواني رون بكريتها لكن لا يلزم أن يكون لكل آية أخرى تفسيرها بلام أتوبي بري أو آية تدبي أمن تفسير كم بآية تشتر نيمانا آية مان هي تفسير ناكري بآية لبرو آياتي برام بركي كمفسركيتي أو دبت مفسر نيت مان أو آية مان نيا وهروها لدواي أوش ولا أن يكون لها حديث يبينها هر آياتك بيني كلا قرآن تفسير نكرابو بابزان الحديث آيات ما هي نلا قرآن نلا حديث تفسير نكراوا أو زاري بيوس ما بتسهي كما لا يلزم أن يكون له حال متعلق بالنزول هروها هم آيات كانش أسباب نزول يعني أما زيادة لشش زار آيات ما هي أو آياتانك بهوي هو كار أسباب النزول دابزيوا أو قريبات صار صد بينصد آياتك بعددك بتقريبي نازنم بس هر بالو جماري بيتن كاتو شش زار آيات لتشي 500 آيات لتشيكا لأسباب النزول باس كراوا عند زار التوسع لأسباب النزول كراوا لو أنا جيت بني بيتن إذ كثير من القرآن نزل ابتداء غير مرتبط بحال معينة زور لآيات القرآن كدابزي وسرتا ربط النبوة بابا تفسيري آية بحديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كربي يعني بهوي هو كار سبب النزول دابزي بيتن كواتب بوي اللي مما سبق أو كتازة باس ما كنت ما بقدر ذكر يمكننا القول أن مصادر التفسير برزا مصادر التفسير تيا يكميان القرآن دوميان السنة سيميان أقوال السلف كدين أقوال السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين واللغة زمان عربي بينزميان الإسرائيليات كواتا أو بينز مصدرانا لمصادر أصول التفسير دادندري هر كسيك هر مفسيرك بيو تفسير قرآنك دبي بقرتو سر أو بينز مصدرانا وفي مباحث هذا الفصل بيان كل من هذه المصادر الخمسة تفصيلا لو مبحثي هل يكبيك يعني قرآن بتنيا سنة بتنيا سلف أقوال السلف بتنيا اللغة الإسرائيلية هل يكو بتنيا مبحثيك باسيتشي بودان دراوا من حيث التعريف تفسير القرآن بها شون أما تفسير القرآن بقرآن دكين ووجه اعتبارها مصدرا للتفسير شون القرآن بالقرآن دبيت مصدر لمصادر التفسير ومدى حجيتها فيه حجتي كيتيا بلغا كيتشونا تاتسندا وكتب التفسير المعتنية بها أو كتب تفسيراني كوازياتر اهتماميا بتفسير القرآن بقرآن دا وبونمونا ما باسي مصدرية كم دكنا قناها مو مصدر كان أو اعتباراني تازب باس ما كربو هميان دروستا وما إلى ذلك بمشي وازا ولعل سائلا يسأل أين العقل من هذه المصادر لو أنا بسيار كريك بسيار بك أدي عقلش نابت مصدر لمصادر التفسير ألم يكن الصحابة يجتهدون في التفسير صحابي برز اجتهاد يعني نكر اجتهاد بيدا قتري عقلي يعني عقلي بالرأي عقلية والجواب والله ما كيس يا برزان أن العقل ليس مصدرا مستقلا عقل مصدر شيء سربخو نية بل أداة يستخدمها المفسر في هذه المصادر بركبو جيشتين بو مصدرانا عقل بكارديتن كواتا
مەزدەڕێکی سربەخۆنیە بەڵکو بۆ هەر مەزدەرێک لە مەزدەرانە عەقڵ لەگەر ئەو ئیش دەکات تاوەکو دەگا بەو ئامانجەی کەەوە مفەسیر بە دوایدا دەگەڕێ. ثم يخرج برأي يكون نتيجة إعمال العقل فيها. پاشان کە بەهۆی عقلی خۆی گەڕاوە لە تەفسیری قورآن بالقورآن هینزە دەبینی گەیشتوتە بەچێ بە ئەنجامێک، ئەو ئەنجامە بەچێ گەیشتووە بەهۆی عقل پێی گەیشتووە، کەواتە عقل بەشێکی گرینگە بۆ مەسەلەی تەفسیر، بەڵام نابێتە مەزدەڕێکی سەربەخۆ. وهذا غير العقل المجرد الذي يكون بلا علم. أوش ما بس ما في عقل أو عقلا نية كوا لسر هيز بنا ما يجنبه لسر هيز زانست يجنبه، فذلك من رأي المذموم أو كذا بتا رأي شيء مذموم ولا يوجد في تفسير الصحابة. تفسير الصحابة أو زهرمان نيا. المبحث الأول القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها. قرآن مصدرك لو مصادراني كتفسير بيدكري كاتفاق للسرا هيز خلافك ما نيا. فلا يمكن لمفسر أن يفسر القرآن دون أن يستفيد من القرآن نفسه. هيز مفسر يغنية استفادي لقرآن كربي ببي نقرته بو قرآن همو دبي بقرته بو قرآن. يكم يعني تعريف تفسير القرآن بالقرآن بابين معنى ايش تفسير القرآن بالقرآن؟ تفسير القرآن بالقرآن هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. رون كرنوي معنى آياتك بمعنى آية تتر، يعني آياتك دي بآية تتر تفسيري دكي كوكو نمونا إن شاء الله دينا سيري باسي دكين. إذا وهذا البيان قد يكون من باب بيان مفردة غامضة، زارو هذا بني كلميك من هي لقرآن هاتو أو كلمة معنى كي غامضة أشكرانيا دتين دقرين لآياتي تتر همان أو آياتي أو كلمة باز دكا برام لوي شي كرتوا كوات أو كاتي معنى أو كلمة لشوين تتر لقرآن توزي معنى أو المعنى المجملي، يعني زارو هذا بني لشوينك باسي معناه كلا بكورتي طالما لشوين يصير تفصيلي بيدراوا، يعني وقد يكون من باب التخصيص العام دبني بعام هاتو بلام آياتك هاتي خاصي كردوا أو أنا همو أو روانا كإسا دين سردوات الباسيان دكين أو أنا بقرآن دبني تفسير كراوا أو غيرها مما يقع به بيان معنى جملة من جمل الآية بآية أخرى، يعني غيري ترلا معنى كردني جملة رستيق لرستكان آيات بآية تشتر. كواتالي ربرزان إن ربط المفسرين بآية لا يخرج من نوعين. داربين ربط كردني أم آياتا بس نوي أم آياتا بم آياتا دلن أم آياتا تفسيري أم آياتا كردوا لدو نوع درناتي. يكمن التفسير الصريح راستا وخو باسكراوا، وذلك أن يكون آية مبينة للآية، آية تكرر كروي آية بون من الحاقة ما الحاقة يكسر خواهي جورس دكاتن آية تكي تفسير دكاتن. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قارعة يا خواب خوي تفسيرك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أو بيدا قلت التفسير الصريح بخوي كريتي ومباشر شام. دوما ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير. بس نوي آياتك بآياتك شتر بهر زورك لزوركاني ربط كردن به بلان بيزقل التفسير وكو استشهاد، يعني بنو من استشهاد بو آياتك بو مانا كردني أم آياتا، والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير. أو كما بس من بي لدرجية كم زيادة اللي رب رزان هو مقام التفسير، يعني بون من تشون أو تفسيري رون كرتوها كاتيان تفسيرك هذا طيب صريحة يعني غير صريحة أو دا بشكرنا تقريبا آسان ترى. دوم يعني وجه الاعتبار القرآن مصدرا للتفسير باب زان القرآن لتشين در دبيتا رون كروا دبيتا مصدر وتفسير. لاعتماد هذا المصدر اعتبارا دو زور اعتبار معناها اعتبار شرعي معناها واعتبار عقلي معناها. دليل الاعتبار الشرعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا الطريق بيغمبري خوا زوري تفسير القرآن بالقرآن كردوا باله مما يدل على صحته أوش بالقيلة ويكا تفسير القرآن بالقرآن درسته وسلامة استعماله بكارهنانشي راسته، ومما ورد عنه أو كلا بيغمبري خواهات وكتفسير القرآن بالقرآن كردوا تفسير الظلم في آية سورة الأنعام، تفسير كلمة الظلم لآياتك لسورة الأنعام كيساباس دكين كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لما نزلت عبد الله كوري مسعود رضي الله اللي بيد جرتوا باشوي أو آيات دابزين لسورة الأنعام لا يشتهدوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
ئەوانەی باوەڕیان هێناوە و ئیمان باوەڕکەی خۆشیان تێکەڵ نەکردووە لەگەڵ ستەما. قلنا يا رسول الله صحابة برزكان قلتان أي بيغمبري خوا أينا لا يظلم نفسه كس هي الظلم نفسي خونا كربتن. قال بيغمبري خوا فرموي ليس كما تقولون أو نيك وأيو بوتسوني بويدكن لم يلبسوا إيمانهم بالظلم بلكو باسي كرقوتي بالشرك ما بستي بيظلم لير الشركة باش بابزانين بيغمبري خوا تفسيري كلمة ظلمي كرد بالشرك سون بقرآن كردي بيغمبري خوا فرمي أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وجهتان لا قول لقمان سلامي خواي اللي بكاتك بقركي خوي فرمو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كاتك لقمان بقركي خوي قوتي كاتك ئامۆژگاری دەکرد گوتی کوڕە خۆشەویستەکەم تۆ شرک بۆ خوای گەورە دامنێ لەبەرەوەی شرک ستەمێکی زۆر گەورەیە. کەواتە لێرە پێغەمبەری خوا کەلیمەی ظڵمی تەفسیری کردیا بە شرک یعنی تەفسیری ئاەت بە ئاەت بەڵام کەلیمە بکەلیمەتین ئوخرا. هەروەها دلیل ئیعتیباری عەقلی چۆنە ئەوە بەڕێزان تفەرمی أن المتكلم أدرى بكلامه أو كسيك قسەکەرە لە هەموو کەس بە مانای کەلیمەی خۆی تێدەگاتن ما بەسمان پێ جل جلاله خوای پەروەردگارە. فإذا أجمل كلامه ثم بينه ئەگەر خوای گەورە لە شوێنێک یا متکلیم لە شوێنێک کە قسەکەی بە کورتی باس کردبی پاشان لە شوێنی تر بە فراوانتر باسی کردبێ فإن حمله عليه ئەولاتر وایە ئەمە هەر بە قسەی خۆی کە لە شوێنی تر تەفسیلی پێداوە بۆ ئەو بگەڕینەوە. وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسر الصحابة ومن جاء بعدهم إلى اليوم. وهروها تفسير القرآن بالقرآن كمفسر الصحابة ككرديانا لسردمي أنو تاوكو أمرش هرهبوا بل ألفت فيه مؤلفات سندان تفسيري تدانس راوتوا كتابي تدانس راوتوا وكان مقصدا من مقاصد تأليفه يقل ما بس كان تأليف شوية تفسير القرآن بالقرآن. سيميان دسينا سر أنواع تفسير القرآن بالقرآن زورا كان تفسير كرني قرآن بقرآن يكميان بيان مراد اللفظة في آية بآية أخرى يعني رون كرنوي ما بس دو لفظة لو كلمة سيا بس تفسيري دا كان برزان هر بهمان أو لفظة بآيات يشتر كالشوين يشتر هاتوا نمونا خواهي قولا لسوري هود لآيات هشتادو كالسر كلمة سجيل لفظة سجيل في قوله تعالى تفرمي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل بلا مو شيء سجيل لير أمنازا الماناتيا بين معناها في آية أخرى وهي قوله لشوين شتر پروردگار باسي أو كلمة كردوا كالسوري الذاريات لآتي سيسين تفرمي لنرسل عليهم حجارة من طين كواتا لير السير دكين سجيل تبو برديكا لتسل لقر والآيتان وردتا في شأن قوم لوط هردو تشبو قوم لوط يعني حدثك يك حدث لو سجيل نما زاني معناتها لو تفسيري كرد سجيل برديكا لقر دروس كراوا أو بيدا قوتر بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى يعني اللفظة كمان بآيات تشتر معناها كيرد كتفسير القرآن بالقرآن دوم يعني تخصيص العام آياتك عامة هم يشمول دكاتن آياتك دي تخصيص دكاتن ناكاكا شمولي أم كسانا ناكاتن نموني أم حالة برزان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن پروردگار لسورة البقرة لآيات صدو بسويك دفرمي ايوا آفرتي مشرك مينن تاوكو سدبيتن تاوكو إيمان دينتن حيث ذكر بعض المفسرين أن الآية عامة في المشركين الوثنيات وفي نساء أهل الكتاب. هندق المفسرين درين كاكا وآية عامة هم مشركي وثني بتبرستكان دقرتوا هم آفرتي أهل الكتاب دقرتوا تسكو عوانش با مشركين دادن درين. ثم وقع التخصيص لنساء أهل الكتاب دواتر أهل الكتاب لوانت زيادة كريتوا ببلغيتي برزان خواهي قولي للسورة المائدة لآتي بيز دفرمي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لو دفرمي آفرتي مشرك مهين تا إيمان دينن ليرد دفرمي آفرتي محصن كشوينة كردبيتن لأهل الكتاب دروس تبيان هينن كواتا ليرا
ئەهلی کتابی جیا کردو لە مشرکینان کەواتە ئاەتی یەکەم عام بوو ئاەتی دووەم خاص بوو بۆیە لێرە بەو ئاەتە دووەمیان تەخسیسی یەکەم دەکەین دەڵێن کاکە ئاەتی یەکەم شمولی ئافرەتی ئەهلی کتاب ناکاتێن. سێمیان تەقید المطلق لە شوێنێک بە مطلقی هاتووە ئەویت کە دێت تەقیدی دەکاتن. چۆن بەڕێزان نمونە ئەم حالەتە لە سوورەی شوڕا لە ئاەتی 5 خوای گەورە دەفەرمێ والمەلائکەة یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ملائكات تسبحي پەروەردگاریان دەکەن و داوای لێ خۆشبوون دەکەن لمن في الأرض ئەوەی لەسەر زەویە ئەوەی لە ناو زەویە لەسەر زەویە. ئێوە لەسەر زەوی چێ دەگری بەڕێزان؟ ئیماندار دەگرێ کافریش دەگرێتن. أطلق الاستغفار لمن في الأرض أو آية مطلقة هم كافر إيمان دار دقري بلان فشمل الكفار بذلك الاستغفار كواتر استغفارك شمول يوانش دكا لكنه قيده في قوله تعالى بلان من للسوري غافر لآتي حف تقيدي كرديا شمولي كافران ناكا خواهي بابل قيتي باب زين القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم أوانيك حرشان هاجرتوا ومن حوله أوانيك لدوري أوانا كما بس في ملائكتها يسبحون بحمد ربهم تسبيحاتي پروردگاريان دكن ويؤمنون به باورشان بها بلام ويستغفرون للذين آمنوا تماشا داولي خصبون وچه دكن بو إيمان داران دكن كواتا آيات يكم مطلق بو آيات دومتيا مقيدة كواتا ليرا لمن في الأرض ما بس في كافرشان نخل بس إيمان دارا فقيد استغفار الملائكة هنا بالمؤمنين فقط كواتا الليرة أو نوع كان سي نوعمان باسكت برزان نوعي دين سر حجي أو زاري بياني مرادي لفظة كلمة للقرآن بشويني شتر مانا كراوا بعام آياتك هاتوها لآيات التخصيص كراوا للقرآن لشوينك آياتك مطلقة لولا تر آياتك تيا أو زاري مقيدي كردوا سبارت بعام ومطلق بوليتان تيك النبي برزان دائما آيات كضلين عام للجر أو عامة أفراد فرد يستم مشركات يعني محصنات من الكتابي كسكان دقري بلا مطلق ومقيد هو حكمك يا حكمية كم مطلقة حكم الدوم مقيدة بوزي وزين عام ومطلق العام تحته أفراد لمطلق ومقيد لمطلق تحته أحكام. چوارم يان برزان باز لحجية تفسير القرآن بالقرآن دكا بلغتسيا لسر تفسير القرآن بالقرآن كدرستا لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه القرآن بلغي پروردگار لسر درس كراوة كاني وأنه أصل يحتج به المسلم وهروها أصل أو أصل كمسلمان ديكابا بلغ بوخوي ولا يعدل عنه ناكري ليلا بدين بو بلغيتر لكن الحديث هنا ليس عن القرآن ذاتي بلام لي رقصك إن كمان لسر القرآن نيبا ذاتي خوي بركو ما بس ما بيتيا وإنما عن تفسير القرآن بالقرآن تفسير كرني قرآن بقرآن فالحديث عن عمل المفسر قصكرنا لسر كاري مفسر وليس القرآن بذاته ما بس ما بيه قرآن نية ليرا ما بس ما بيه إيش شكاش كما إيش دقل التفسير ده كان بلام مفسر ليرا مصدرك لمصدر كانت يا قرآن وإذا تأملت هذا أقل ليرا ورد بينوا فإنه سيظهر لك الفرق بين الأمرين هردشتان بورون دبيتها ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام دي كانت سنبش يعني تفسير القرآن بالقرآن سنبش يجي هي أولا ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف أو شو يعني تفسير القرآن بالقرآن خلاف تدانية يعني محل إجماع وكتسي خواج كتفسير الطارق في قوله تعالى والسماء والطارق سير كان برزان لآياتي كم لسورة الطارق خواهي پروردگار با آسمان دخواه و سی با الطارق دخواه بس الطارق چیه؟ تفرمي النجم الثاقب طارق ما بس بي او استيرانيا كوا ثاقب يعني كنكرن كوا او يدبرن دردسن لير سير دكين حيس كسيك مان هي بريكاك الطارق ما بس بي النجم الثاقب نيان نخير سو خواهي پروردگار بخوي تفسيري طارقي كدو كبيدا قلت تفسيري چي بالقرآن مباشر هروها خواهي قول السوري يونس دفرمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء خواهي قورا نترسيان هيا نخميان هيا نترسيان لداهاتو هيا نخميشان لرابردو هيا چين أولياء خواه بخوي باسي دكا دفرمي الذين آمنوا وكانوا يتقون أو أنك إيمان يعني هناو
و سنوور بەزێنیش سنووریان پارێزراوە سنووریان نەبەزاندووە کە لە سوورەی یونس ئاەتی 62 63 یعنی ڕێ خوای گەورە بەخۆی تەفسیری کردووە. فمثال هذه الأمثلة حجة أو جێگای حجة وجێگای خلاف نیە لأنها لا يتصور الخلاف فيها شوێنی خلاف نیە کەوا خلافی تێدا قبول بکرێ وهي أشبه بأن تكون مجمعا عليه أو دەتوانین کاکە بڵێن ئەوە ئیجماعی لەسەرە. دووەمیان ما ورد عن النبي أدي أو كبيغمبري خوا تفسيري كردوا ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتيح الغيب النمونة بيغمبري خوا تفسيري قرآني بقرآني كردوا بون منا خوا يقول لسورة الأنعام لآتي بنزاون ودا فرمي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتيح الغيب تسيا برزان. ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمبري خوا لو فرمودك عبد الله كرو عمر دجير ترزاي خوا اللي بفرموتي مفاتيح الغيب 5 مفاتيح الغيب بينشتن سين أوانا لسورة لقمان لآتي سيوتسوار تفرمي إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بيغمبري خوا تفسيري مفاتيح الغيب بو بينز غيبياتاني كلا سورة لقمان لآتي سيوتسوارا هاتوا. وحجية مثل هذا أدي أوج بلغيكي تسونا إنما كان بسبب وروده عن النبي. بيغمبري خوا تفسيري كردوا كواتا حجية أوج ورد جيريتن. سيميان تفسير المفسرين مفسرك لمفسر برزكان هستا تفسيري آياتك شي بآياتك كردوا باب زان أوان حكمة كيتسونا برزان. الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهاد أو دكا اجتهادي خوي هستا باجتهادي خوي تفسيري قرآني بقرآني كلها والاجتهاد قابل للصواب والخطأ دائما اجتهادش قابلة يعني درسك هلا بدرسك الراس به مهما كانت منزلة المفسر به زي مفسر لتمنزليتش بيتن لدرجة اجتهادها. لكن قول أقوال علماء الصحابة في التفسير ليس كقول رأي من جاء بعدهم بلام لي رأى اجتهادي صحابي بريز وكو اجتهادي مفسري شي ترك لدواء أوان هاتوا لا شك نخر. وهذا يعود إلى اعتبار طبقة المفسرين دينما تمشاي طبقة كان دكين أجر للصحابة هاد بيتن حتميا أوان مكانتهم برسل لا تابعين كلا تابعين هاد بي أوان مكانتي برسل لا أتباع التابعين أو سجلا مكانتي برسل لدواء خوان كشيلي سلفة. وكلما علت منزلة المفسر في التفسير هركاتك أو مفسرة لمنزلة برسل بو صحابة بو سروتر بو ونمنا بلين تابع أتباع التابعين تابعين صحابته برز بينوا بقات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تفرمي كان قبول قوله أدعى من قبول قول غيره قصي وي أو لا تربوا أي قبول بكر لا أو كلا خوي هاتيا. فليس قول عمر بن الخطاب عمر كري خطاب رضا ورحمة إخوائي ليبين كيكك العشرة بالمبشرة يكك خليفة رسول الله كأمير المؤمنين لصالي بسوسي هجري وفاتي كرديا زور جوازا لقى القول كقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ككسك لأتباع التابعين كصالي سطوها اشتاودو وفاتي كرديا كواتا دائما قولي صحابة لبيش قولي تابعين لبيش قولي أتباع التابعين بمشي وزاد يتخوار كواتا تفسير القرآن بالقرآن محل إجماع تفسير القرآن بقرآن برملنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أهوش يعني حجة هيج خلافية دانية سيم يعني تفسير القرآن بقرآن للان مفسرين أواد دين سير دكين خلافية دانية اجتهادي خويتي بلام سن طبقي أو مفسرة برستر بي أو بو قبول بون أو لا ترى. بينزم ينبرزان باز لمسألة كاني مسائل في تفسير القرآن بالقرآن دكين لو شفنا كقرآن بالقرآن بون منا تفسير كراوا إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحا دائما يعني تفسير القرآن بالقرآن كالسر اجتهاد كراوا أو لازم هناك كهمود كاتك بن كاكا أو تفسير صحيحة فضلا عن يكون هو الراجح لقر أو جبرين ولا أو الراجح إيشا. ومن أمثلة ذلك بابين نمونة حالة بيننا وبرزان من تفسير مبني على تفسير القرآن بالقرآن ده من تفسير القرآن بالقرآن كرا ولكنه عدل عنه إلى غيره يعني تسون مفسر
تفسير بالقرآن هي بلام أوي ناكات الراجح دتيت سر تفسير يشتر خواي جرى السورة عبسا لآياتي بيستا دفرمي السبيل يسرح قال هو كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورة الإنسان لآياتي سي لرد تفسيري السبيل بسكراوا يان أوتي شاكرا إيمان دارا يان أوتي كافرا كوا شكراني نعمتكاني خوانا كاو كافر دبيتن تفسير سيركن تفسير السبيل أم آياتا بتفسير آياتي سي سوري الإنسان كراوا بلام آية أو براجح داندراوا لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل التفسير القرآني بالقرآن بلام مفسير ديتن ليرا ترجيح أو قول بيجناخا بل اختار القول الآخر مالكو قول يتشيتر هل دبجيري وهو خروجه من بطن أمه لرس ما بس يصير ثم السبيل يسار يعني ما بس ويخواي جورا أو جنينة دواتر كدبيتها من ضالق شون لشي دايتشي دردسيتن ديت دروج يعني الدنيا بلام ليرا أجا سيركن بو اختياري أم رأيي كرت يخو رأيي كم تفسير القرآن بالقرآن ببرزان دبا برين أوي دبا اختيار بكاو بيج بخا ضلين نا مستند رأي دومي تسيا بلغير رأي دومي تسوا ما بس يبي درسون لسشي دايكا مستندا إلى كون السياق الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن خلق الإنسان ومراحله إيدوم يعني باز لا صدقات برزان ثم السبيل يسرى السير كان باز لخلق إنسان ومرحلة كان الجان دكاتن كاتك كباسي أوشتان دكاتين ديتن مفسير دركاك سياقي آيات لقل أوية أو تفسير الراس تركا بلين ثم السبيل يسرى يعني درسون لسشي دايتشي بآساني خواي پروردگار دري دكاتن فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده أو لا تروى بيش آياتك أو باش آياتا باز لخلق إنسان ومراحل إنسان دكاتن كواتا أو تفسير أو قول صحيح ترى باش أدي كميان قولي كميان تفسير القرآن بالقرآن وأدي نابي أما بيش بخين ضلن كاكا هردو كان اجتهادي مفسرا بلام إيدو وميان مستندكي سياقي آية بو يبرزان سياقي آية لزوريني زار يعني دطوان بين مرجحي كالمرجحات يعني هركاتي كدبينين آيات خلافي لسرا دين سيري سياقي دكين كاما قول لقر سياقك بقنزي أو بيش دخين نقبتين تفسيري شي تربكين كوالا قل سياقها ناقنزيتين كواتا ليرا أقرس التفسيري قرآن بالقرآن بو بلام أو مان اختيار نكرد بلكو تفسيري دومان اختيار كرد لبرو السياقي آد بلقبو بو قولي دوم ثانيا كيفية تفسير القرآن بالقرآن سونة القرآن بالقرآن سونة إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية كاتك كمفسر دي اجتهاد دكاتن لتفسير كرني آياتك بآياتك فإنه قبل أن يقوم بربطهما ببعضهما بر لو كحول بدار ربطهم كالا قريق بركاك أو تفسيري أم آياتيا لابد أن يكون معتمدا على رابط بين آياتين فيوسع ربط سلني وانا مدو آياته دبي اعتماد للسرويب كابيش همشتق ومن تلك الروابط أو رابطان سن برزان يكم شد اتفاق الحدث واختلاف التعبير حدثك رودا وكيكا بس تعبير كان دربرين كان زيوازا نمونا مثال ما ورد في قصة لوط عليه السلام ففي سورة هود قال الله تعالى سورة بيغمبر ما لوط سلامي خواي لبي خواي جورا لسورة هود لآت يشتادود فرمي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها كفرماني إما سو قومي لوطمان تليكرد سرومان عاليها سافلها يعني سرومان كرد جيرا إنزا وأمطرنا عليها حجارة بردك ما مسر داباران دن وقباران أو بردتشون من سجيل منضود لبردك سجيل كمنضودة باب زين ما نيتسعوا وقال في سورة الحجر لسورة الحجر لآيات حفتاو سيو دواتر فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين حدث يك حدثات سيروتشي بيغمبر لوط عليه السلام بلام تعبير كان سنة تعبير كان زياوزا ولفظة سجيل فيها غرابة سجيل ما نيسيا نازانين
وهي تحتاج إلى تفسير، ما بيسمى بتسهي بيسمى بالتفسير، وقد فسرت في آية أخرى لتفسير شتر ما نايس جيل إما باسكراوا وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسه همان سيروكو همان روداوا. فقال في سورة الذاريات، لا برورد قال سورة الذاريات دفرمي قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فدل كواتا السجيل ما نيتسبه حجارة من طين، فدل على أن السجيل هو الطين لاتحاد الحدث روداوكا يقروداوا بس تعبير كان زياوازن كواتا همو كاتا قرمانو تفسيري آياتك بآياتكين بابزان حدث يقروداوا يان زياوازا كواتا دبي بقرينو بو رابطكي. دوم يعني حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد، حمل كردني أو لفظي كلا هردو آياتكان وكويكن لسر معناك لغوي يك معنى لغوي. قد يفسر المفسر الآية بالآية، جاروها هي مفسر بين آياتك بآياتك تفسير دكا، لكنه يفهم المعنى على وجه اللغوي، على وجه لغوي، بلام تجيشني معناك لسر لوجه لغوية، ثم يحمل عليها أخرى من باب تفسير آية بآية، بلام دي أو آياتك كتفسير دكا بآيات الحمل لسر وردكا زيادة لسر وجه لغوية كيا باب زين أو تسونا برزان. مثال ذلك تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره لقوله تعالى خواهي الرسول التكوير لآيات حفتى دفرمي وإذا النفوس زوجت، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيوتي هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، أو دو مروف دو كس يكردوا دكان بهوي أو كردوا هردو چان دسنا چان داري دسنا بهشت. وهروها لسورة الصافات لآتي بسدو خواهي قرد فرمي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي ضرباءهم، ضرباء يعني هاوشي وكان يعني أمثالهم نظائرهم. ففسر عمر بن الخطاب التزويج بالتصنيف كواتا الليرة تفسير تزويج كده بصنف، يعني الذين ظلموا وأزواجهم يعني أواني استميان كرديا وهاوشي وأواني كاستميان كردوا. ثم حمل التزويج في الآية الأولى على معنى الزوجية في آية هروها أويك إذا النفوس زوجت لسورة الصافات هستها حملي كردي لسر معنى الزوجية، وشي الزوجية لزماني عربي يعني شتك لغير شتك بغيني بيك زوج بكي ببيت دوشت كوكو يك أماجان بو بكري بو يجنو بياج بيدا قتل الزوج كاتك كوات سنها قنزاون لغريك تغريك دا قنزان. بلام هر كاتك لا قرآنش أسلوبي قرآني ويا هر كاتك جنو بياو أجر لقال يك خلاف يعني نبي وشي الزوجي بكارنايني خواهي قرد فرمي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وشي زوجي ببكارنا. بلام كاتك باسم عفرتي خزاني فرعون دكا تفرمي ومرأة نوح يعني ومرأة لوط ناري خزاني يعني تفرمي عفرتي أو لبر أو أوانا لقل مردكانيا خلافيان هبو جوازيان هبو بويا اللي إمام عمر زي إخوائي اللي بزوجيكي حمل كردي لسر ماني زوجيتي عربي بويا فرموتي احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون كواتا اللي رح حملي لفظكي كمتفقة لسر معناي لغويكي كرديا. سادسا من أبرز كتب التفسير المعتنية بتفسير القرآن بالقرآن لا بارسترين بناو بانكترين يكتباني كنسراون يعني يرمتي درا بو تفسير القرآن بالقرآن سيبرزان يعني تكتابة تفسير باشترا بو بيقولوا كتفسير القرآن بالقرآن تيداهيا دارين كاكي كمان تفسير القرآن لبو مقاتلي كوري سليمان كيك لأتباع التابعين صالح صوت وفنزافاتي كرديا، وهو من أشهر مفسري أتباع التابعين وكتاب كشي مطبوعة لتسار مجلدة زور بسودة دكري بوي بقرينوا. دوم يعني تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي تفسير القرآن بيروس كإمام ابن كثير كصالح حفصة وحفتة وسار وفاتي كذا بهماش ابن كثير رحمة خوي لي بلا تفسير كي خوي زور تفسير القرآن بالقرآن بكار دينتين. سيم يعني كوتاي برزان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أواش محمد أمين شنقيطية صالح هزار وسيسطنا وتشش كوتاي ديتن وفاتي كذا بولي ردين كوتاي درس كمان كوا آخر شد كباس مان كرت أو كتباني كوا
باز دا تفسير القرآن بالقرآن دا كان بويا يكك مصادر تفسير كوازور جرينجا مفسرين أمرو بقرن شر أم جور تفسير بلان بابي أو ضابط أصولاني كتازا باس مان كيرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.